حتى أنه يشير بأن في خطأ لمصلحة لاعبين. من صفحات تلك السنوات العنابة الوحدة مع جيل الأوفياء بقيادة هيكسبرغر، واللي صنع لحظات لا تنسى ثم كبيرة من جانب الفريقين. الشارقة بقيادة الخبير ميلوش ميلوفيتش المدرب الصربي، دبل فجيرة يحافظ على بهذه الصورة عبد الله خميس، ميدانا محمود المرضي، وبالإضافة إلى خالد الصالح. لكن يا ميلوش هنالك مصادفة تحدث الآن بعد مرور لأكثر من 25 عام. المدرب ديميرو في الكرة الماضية، ولكن المحاولة عدت إلى خالد اللي احتاج فيها الملك الشرجاوي قيمة كل لاعب في أرضية الملعب، وبالتالي فراس بالعربي كان واحد من أهم الركائز الأساسية في المواجهة. مرة اللمسة لا زالت حائرة لمصلحة لاعبي فريق دبل فجيرة. البداية مثل ما ذكرت يريد بأن يبدأ من خلال بيت الأقدام بين الكبار ليجد نفس الفريق المتأهل في دوامة الهبوط. لمسة عند دفاعات النواقدة في هذه اللحظات. حارس المرمى محمد سالم لعب له كرة أمامية، راح له الأهداف وأنا في الجولة الأولى. لمسة أمامية بتلعب، عادت عند دفاعات فريق الشارقة. خالد توحيد شارك بالنسبة على الخطأ. شوف الضغط العالي من جانب عناصر لاعبي فريق دبا، ولكن بعد ذلك اتوقع الدفاع اللي النواقدة، المرور والانتظار، هذه العرضية ولكن رقم الاستحواذ اللي نشاهده في هذه اللحظات، العودة السريعة، الانسجام على مستوى اللمسات واضحة. كرة بتعدي راحت إلى خارج أرضية الملعب. عدت المحاولة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، كانت المحاولة واضحة جدا في المحاولة الماضية وفي الكرة الماضية، ولكن المحاولة عدت إلى خارسة. في دوري الأضواء تتطلب روح قتالية كبيرة وعالية جدا. جماهير دبل فجيرة راح تواصل الدعم للفريق وتنتظر انتظار كبير عن ملامح الأندية اللي راح تنافس على صراع اللقب. هذه هي الوضعية لأندية دورينا. كرة لا زالت مستمرة. حكم هذه المواجهة السيد أحمد بلال في إشارة وصافرة على أن اللاعب العراقي ساقط في أرضية ملعبه، يتحصل على خطأ لمصلحة لاعبي فريق دبل فجيرة. واحد من أهم الصفقات بالنسبة لفريق دبل فجيرة لما نتكلم عن هذا اللاعب العراقي المهاجم مهند علي. فريق دبل فجيرة كان يحتاج إلى نوعية المهاجمين أمثال مهند علي. شوف أنظار وترقب عشر لسنوات طويلة جدا عانى على مستوى تحقيق لقب الدوري، ولكن الوضعية اختلفت لما وصل المدرب البرتغالي برونو بيريرا مع فريق السيب العماني. نجح البرتغالي، لذلك ذكريات جميلة لعشاق السيب العماني، بالإضافة إلى مساندة هجومية راح تكون واضحة من جانب عبد الله خميس على مستوى الجانب الأيمن. أما التعادل السلبي راح يستمر في أحداث شوط المباراة الأول. لمسة لمصلحة عودة السريعة من جانب مدافعي فريق الشارقة، وبعد ذلك هذه المحاولة، هذا التحدي، هذا الرهان. مهاجم مهند علي اللي قبل هذا اللقاء كان يتحدث في لحظة الوصول على أن واضح، وعلى أن محاولة الانتظار، محاولة المرور، لمسة جميلة، إرسال الكرة من جانب مهند اللي حاول في أنه يستلم اللمسة. عادت وترجع المحاولة لمصلحة لاعبي فريق دبل فجيرة. شوط المباراة تصل بشكل قصير، عودة إلى المنطقة الدفاعية من جانب لاعبي فريق الشارقة. المباراة الأول مع الدقيقة رقم 42 في هذه المواجهة. بداية يحسب لفريق. ظافرة الحكم راح تكون حاضرة. لمسة أمامية هذه خطيرة، ولكن بعد ذلك الإبعاد. ارتداد لمصلحة النواقدة هنا في الجانب الأيمن، حوار من جانب لاعبي فريق دبا، وبعد ذلك عودة سريعة صافرة حاضرة في هذه اللحظات مشاهدينا متابعين. وشارك بعد ذلك عثمان في أول تبديلات اضطرارية في أول ظهور، وفي وسط ميدان فريق كارلوس فينيسيوس. هذه التشكيلة وهذا الرسم التشكيلي للاعبي فريق دبل فجيرة مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا. خالد توحيد يعتمد على ميلوني، شاهين عبد الرحمن، مارو كاتانيتش، دافيد بيتروفيتش. هذا الرباعي في خط الدفاع. 3 أسماء في خط المنتصف، ماجد سرور، بيرو، بوبليتي، وبالإضافة إلى الثلاثي في خط المقدمة اللاعب العربي فراس وريماناج، وبالإضافة إلى اللاعب البديل عثمان كمارا. في أحداث شوط خطأ لمصلحة لاعبي فريق دبل فجيرة. النواقدة في رحلة البحث عن الهدف الثاني. أنا متأكد بأن الشوط المباراة الثاني راح الموسم الكروي، ويوضح على أن قادم من أجل المنافسة والقتال على البقاء، وعلى أن يملك وعنده الطموح، على أن يملك وعنده الطموح في المحاولة. واخطر المهاجمين حتى هذه اللحظة من جانب كأقوى خط هجوم بعد أن نجح
لاعبي فريق شباب الاهلي في تسجيل 57 هدف في مساله التحرك على مستوى الجانب الهجومي، وبالتالي المحاوله الاخيره مرت في ان يسجل رصاصه ثانيه، ضربه ثانيه ممكن بان تصعب اوضاع الملك خالد توحيد. هنا في الجانب الايسر التقدم لا زال من جانب محمود، العرضيه، وبعد ذلك ام ان فريق الشارقه استفاد من الدرس في شوط المباراه الاول؟ ام ان الشارقه استفاد من الدرس مع الخطأ اللي كان حاضر في شوط المباراة الأول؟ أتوقع بأن التوجيهات كانت واضحة بأن لا مجال لارتكاب أي خطأ إلا إذا في نظرة في عرضية. خالد توحيد في المكان الممتاز، خالد توحيد يتصدى للكرة الأخيرة في المكان الأخير من البطولات المحلية بعد صراع كان حاضر أمام فريق الشباب الأهلي في المنافسة على برونو بيريرا، بالإضافة إلى مغادرة ميدانا بيجنا ومشاركة اللاعب خالد عبد الله مع آخر تبديلات المدرب برونو بيريرا. كرة تصل من جانب عناصر لاعبي فريق دبل الفجيرة في المحاولة الماضية وفي اللقطة الماضية عرضية ممتازة، ولكن بعد ذلك هنا على مستوى الجانب الأيسر هذه العرضية اللمسة، ولكن بعد ذلك فريق دبل من جانب لاعبي فريق الشارقة إلى منطقة الأمان. اللمسة تصل أمامية لمصلحة لاعبي فريق دبل فجيرة، النقلة لا زالت مستمرة، هذا الحوار لمصلحة، هذه خطيرة، هذه اللمسة، هذا الانتظار، هذه الرأسية، ولكن بعد ذلك خطورة كبيرة للنواقدة، المحاولة وبعد ذلك الرأسية. الله خيرة، شوف خطورة النواقدة، شوف الخروج من جانب خالد توحيد، شوف العرضية بهذه الوضعية، شوف التمركز من جانب مين؟ من جانب ماجد يا سرور يا ماجد بكل من جانب كورنادو مع ماجد سرور، عرضية للنواقدة، هذه اللمسة، هذه النظرة الخطيرة لمصلحة دبا هنالك أو لمصلحة دبا الفجيرة. اللمسة لا زالت، وبعد ذلك الكرة بتعدي إلى خارج أرضية الملعب.